في يوم من الأيام تصحى طبيعي تروح أقرب مطعم ويرد عليك صاحب المطعم: إيش اللي عندك لليوم؟ كيس قمح ولا بقرة؟ الحياة قبل الفلوس كانت كذا، بنظام اسمه المقايضة، أنا أعطيك شيء عندي وأنت تعطيني شيء عندك. والفكرة هذه بدأت تقريبا من 6000 قبل الميلاد، لكن المقايضة ما كانت مثالية. تخيل معك بقرة تبغى خبز، صاحب المخبز ما يحتاج بقرة، وتبدأ تدخل في دوامة تدور واحد عنده حديد ويبغى بقرة، وبعدين واحد ثاني يبادل الحديد بالخبز. رحلة طويلة عشان رغيف واحد. غير كذا ما في مقياس للقيمة، يعني كم يسوي بيت إذا بدلته ببقرة، وكم يساوي جمل إذا بدلته بملح. الموضوع كان فوضى. ومن هنا طلع السؤال: ليه ما نخترع وسيلة أو لغة يتفق عليها الكل؟ وهنا ولدت الفلوس. وأول فلوس ما كانت ورق، كانت أشياء لها قيمة متفق عليها: ملح، حبوب، أصداف. حتى الرومان استخدموا الملح كوسيلة دفع. ومن هنا بدأ موضوع الراتب. في إفريقيا كانوا يتعاملوا بالأصداف البحرية، وفي الصين أول ناس فكروا بعملات معدنية على شكل أدوات صغيرة مثل السكاكين. لكن التحول الكبير كان مع الذهب والفضة، لأنها نادرة ما تخرب وسهلة الحمل. ومع الحضارات الكبيرة صاروا يصنعوا عملات معدنية بختام ملك هذه المنطقة. وأول عملة رسمية كانت في تركيا من قبل 600 ما قبل الميلاد، وبعدها كل إمبراطورية تضيف لمستها. الإغريق نشروا صور آلهتهم على العملات، والرومان نشروا عملاتهم في كل أراضيهم، والصينيين أول من اخترعوا الورق النقدي تقريبا في القرن السابع الميلادي. طيب كيف دخلنا عالم البنوك؟ تمام، صار في فلوس، لكن السؤال فين نخزنها وكيف نضمن انها آمنة؟ والبداية كانت بسيطة، من المعابد. في حضارات مثل مصر القديمة الناس كانوا يودعوا ذهبهم وحبوبهم في المعابد، انها كانت مكان مقدس ومحمي. وبعدها ظهرت فكرة المصرف، اشخاص يحفظوا فلوسك ويعطوك ايصال مكتوب. هذا الايصال صار يستخدم كفلوس لان الناس تثق انه يقدر يتحول لذهب في اي وقت. اما اول بنك حقيقي بمعناه المعروف اليوم، واللي الكثير من المؤرخين يرجعوا للبنك سان جورج في ايطاليا عام 1407، وهذا البنك اللي ساعد التجار الكبار في أوروبا على تمويل رحلاتهم التجارية. وفي إنجلترا سنة 1694 تأسس بنك إنجلترا، وهذا يعتبر نقطة تحول ضخمة، لأن بدأ يطبع أوراق نقدية رسمية مدعومة من الدولة. طيب إيش اللي صار بعدها؟ العالم دخل في مرحلة جديدة، صار عنده فلوس ورقية وبنوك تحميها تتعامل فيها الحكومات والتجار، والتجارة بدأت تتوسع والاقتصاد بدأ يكبر والمدن صارت أضخم. واليوم إحنا نعيش في عصر مختلف تماما. فلوسنا مو بس ورق، في شيء اسمه فلوس رقمية. ومن هنا يبدأ موضوع الفلوس الرقمية. تدخل تطبيق البنك طبيعي تحول مبلغ من مدينة لمدينة بثواني، حتى العملات المشفرة مثل البيتكوين. لكن خليني أرجع معك لنفس السؤال الأول: تخيل حياتنا بدون فلوس، مستحيل نوصل للتطور اللي احنا فيه اليوم. الخلاصة: الفلوس مو مجرد أوراق ولا أرقام، هي أداة اخترعها الإنسان عشان يبدأ بتنظيم الحياة ويبدأ يكبر اقتصاد الشخص. يمكن ما تشتري السعادة، لكن بدونها كان ممكن إلى الآن نبدل بقرة مقابل خبز.